أهلا بكم من جديد. وقع أكثر من 120 مثقفا كرديا بيانا يدين حزب الاتحاد الديمقراطي البيادي بسبب فرض سياسة التجنيد الإجباري على الشباب والفتيات، شاملا بذلك من لم يتجاوز 18 من الجنسين، ما اعتبره البيان انتهاكا للمواثيق المحلية والدولية. نعتذر لهذا الخلل الفني في التقرير. ينضم إلينا حسين جلبي، محامي وكاتب كردي سوري من ألمانيا، وربما ينضم إلينا لاحقا حكم خلو، رئيس مشترك للمجلس التشريعي بمقاطعة الجزيرة من القامشلي. أهلا بك سيد حسين. إذن كنت من بين الموقعين على هذا البيان، لو تزودنا أكثر بأبرز الانتهاكات للبيادي التي وثقتموها قبيل إصداركم لهذا البيان. أود التذكير أولا بالطابع الثقافي القانوني الإنساني للبيان الذي أصدرناه. وقع عليه حتى تاريخ إصداره، حتى لحظة إصداره، أكثر من 240 مثقف وناشط سياسي، ناشط ثقافي، ناشط قانوني أو حقوقي كردي سوري. إذا القانون يحمل أو البيان يحمل طابع الثقافي القانوني الإنساني، لا علاقة له بسياسة حزب الاتحاد الديمقراطي. أي جهة أخرى كان يمكن أن تقوم بهذه الانتهاكات التي قام بها حزب الاتحاد الديمقراطي كان ممكن أن نصدر بيان شجب للانتهاكات التي كان سيقوم بإصدارها. إذا لا علاقة للمثقفين الذين أصدروا البيان بسياسة حزب الاتحاد الديمقراطي إلا في هذه النقطة بالذات، نقطة انتهاك حقوق الطفل من خلال القيام بتجنيد الأطفال. هنالك طبعا العشرات من الانتهاكات التي قام بها الحزب على هذا الطريق، تجنيد قاصرين وقاصرات، معظمهم أو الكثير منهم لم يتجاوز 15 من العمر مع شديد الأسف. أبرز 3 انتهاكات في الفترة الماضية وهي تلك التي حركت الشارع العام الكردي وجلبت موجة عارمة من الإدانة، كان هي اختطاف الفتاة تشيمن من منطقة ديرك المالكية، اختطاف الفتاة همرين عيدي من عمودة، وحزبية شيغموس من الهلالية بالقامشلي. هذه الحالات الثلاث هي أبرز الانتهاكات التي جرت خلال الفترة الماضية. طبعا هنالك عشرات الانتهاكات الأخرى. الأهالي يخافون التحدث إلى الإعلام بشأن هذه الانتهاكات، ونحن بدورنا نحترم صمتهم، لأن هنالك الحزب زرع طبعا خوف كبير في قلوب الناس إلى درجة صمتوا أمام جبروته ولم يعودوا يتحدثون كثيرا. ربما المشاهد يود أن يعرف على ما استندتم يعني من أدلة وشواهد في هذه الاتهامات التي يعني تطال البيادي بشكل خاص. إذا كنت تقصدين الناحية القانونية فيمكنني أن أبدأ بسرد القانون الدولي الإنساني، اتفاقيات جنيف التي تمنع تجنيد القاصرين، تعتبر الأطفال أناسا مدنيين يمنع استغلالهم أثناء النزاعات العسكرية، يجب المحافظة على أرواحهم وإبعادهم عن العمليات العسكرية. إذا انتقلنا إلى درجة ثانية، هنالك القانون السوري، وهو القانون الذي يسري الآن في المناطق الكردية السورية. القانون ليس قانون بشار الأسد أو حافظ الأسد، قانون العقوبات السوري موجود قبل هذين الدكتاتوريين. نعم. القانون يمنع تجنيد الأطفال تحت سن 18، يدعو إلى احترام حقوق الطفل. وبدرجة أدنى في تموز يوليو الماضي قام حزب الاتحاد الديمقراطي أو الإدارة الذاتية التي قام بإنشائها بالتوقيع مع منظمة نداء جنيف في القامشلي، أو في حتى أكون دقيقا أكثر في الرميلان، على اتفاقية قام بموجبها بالتعهد باحترام حقوق الطفل، بإخراج الأطفال الذين هم دون سن 18 من ميليشيا أو من قواتها المسلحة، قوات حماية الشعب أو قوات حماية المرأة. نعم. وتعهد بعدم الاستمرار بتجنيد هؤلاء. هذه درجات قانونية 3. إذا
استندنا إلى أدلة أخرى، يعني عرفيا اجتماعيا هذه الأمور مرفوضة تماما من قبل المجتمع الكردي. المجتمع السوري أيضا الأطفال مكانهم المدارس كما ذكرنا في بياننا، ليس مطلوب من الأطفال أن يحملوا السلاح. هنا الحزب، يعني إذا أخذنا وضع الحزب بالذات، المؤمنون بالحزب يمكنهم أن يتوجهوا ويحملون السلاح. تمام. سنحاول أن نعرف رأي الطرف الآخر في هذا الموضوع. معنا حكم خلو رئيس مشترك للمجلس التشريعي بمقاطعة الجزيرة من القامشلي. أهلا بك سيد حكم. استمعت للسيد حسين جلبي، هناك شواهد وأدلة قانونية يستند إليها الموقعون على هذا البيان، ما ردكم على ذلك؟ أولا لم أستمع إلى ما قاله السيد حسين شلبي، لكن فحوى الموضوع كما فهمت هو الادعاء بتجنيد الأطفال، هكذا فهمت، أو قانون الأداء واجب الدفاع الذاتي، هذين النقطتين. فيما يخص أداء واجب الدفاع الذاتي، نحن هكذا نرى الحالة ونشخصها. نحن في المقاطعات الثلاث نرى خطر داعش يدق أبوابنا، وما عمليات الهجوم على كوبا هي سوى شاهد على ذلك. تحدثت عن ادعاءات، ماذا عن همرين عيدي مثلا؟ ألا يعد ذلك انتهاكا لحقوق الأطفال على وجه التحديد؟ سيد حكم خلو، هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع حكم خلو. عموما نعود إليك حسين، لو تزودنا أكثر بمواقف ويعني كيف ينظر أهالي القامشلي إلى هذه الانتهاكات وهذه يعني التجاوزات بحق الأطفال وأيضا بحق الشباب هناك؟ أود التعليق قبل ذلك على الكلمة الأخيرة أو كلمتين أخيرتين اللتين سمعتهما من ضيفكم من القامشلي. هو كان يتحدث عن مواجهتهم أو مواجهة الإدارة الذاتية لداعش. الواقع أن وجودك على الطرف المناقض لداعش لا يعني أن تقوم بانتهاكات يعني تماثل الانتهاكات التي يقوم بها تنظيم داعش. الأهالي في القامشلي مساءون جدا، الاحتجاجات انتقلت إلى أوروبا. حتى أمس أحد المواقع الإلكترونية الكردية قام بإجراء لقاء مع والدة همرين في عمودة. السيدة أعلنت وهددت بأنها ستقوم بالانتحار في حال أمام يعني مقر الأسايش إذا لم يقوموا بإعادة ابنتها. أهالي الطفلة في الهلالية قاموا أيضا بالتصعيد يطالبون بابنتهم. والدة الطفلة تقول بأنها مصابة بالسرطان وآخر أمنيتها هي أن ترى ابنتها في يعني بيتها. اليوم كان مقرر أن تكون هناك احتجاجات في أمام جامع قاسمو، ولكن منذ الصباح الباكر قامت قوات حماية الشعب والأسايش بتطويق المنطقة من دوار الهليلية وحتى يعني منطقة جامع قاسمو. يوم السبت القادم ستكون هناك احتجاجات في ألمانيا في دورتموند وفي مدينة إسن. الاحتجاج لا تتوقف إذا كان حزب الاتحاد الديمقراطي وجميع منظماته بصدد وضع رؤوسهم في الرمال لعدم يعني عدم رؤية ما يحدث، فهم مخطئون كثيرا. الاحتجاجات مثل كرة الثلج سوف تكبر ولن تتوقف حتى إعادة الأطفال القاصرين إلى بيوتهم، ولن تتوقف حتى تكف هذه القوات عن ارتكاب الانتهاكات. طيب، بيان الإدانة الذي وقعتم عليه هل تعتقد أنه كافي لوقف هذه التجاوزات والانتهاكات برأيك؟ وأيضا ما سقف تطلعاتكم بالنسبة لهذا الموضوع؟ الأشخاص أو الزملاء أو الأصدقاء الذين وقعوا على البيان يعني هم من مشارب مختلفة لا يجمعهم ربما سوى هذا البيان. هنالك للكثير منهم اتجاهات سياسية متعددة أو اتجاهات ثقافية ليس لهم اهتمامات بالسياسة. يعني كل ما جمعنا هو هذا البيان، ليس أكثر من ذلك. لذلك أقول أنه يعني البيان هو أضعف الإيمان. يعني المثقفون الذين قاموا بالتوقيع على البيان ليس لديهم وسائل إكراه لإرغام حزب الاتحاد الديمقراطي على احترام حقوق الطفل واحترام حقوق الإنسان في المنطقة. وددنا تذكير الحزب بأنه يقول بأن قوانينه تتفوق على الكثير من القوانين الأوروبية، ولكن وحتى العهد الاجتماعي الذي أصدره الحزب يقول فيه بأن
اتفاقيات حقوق الانسان وحقوق الطفل هي جزء من هذا العقد، ولكن اذا نظرنا على تطبيق الامور على ارض الواقع نجد ان يعني الامور الانتهاكات التي يقوم بها الحزب في المنطقه الكرديه السوريه ليس لها مثيل في اي مكان اخر من العالم. البيان هو يعني صرخه هي عباره عن ضغط يعني رمزي ادبي ليس اكثر من ذلك. شكرا جزيلا لك حسين جلبي، محامي وكاتب كردي سوري، كنت معنا من ألمانيا. نشكر أيضا حكم خلو رئيس مشترك للمجلس التشريعي